بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الزراعي نتكلم على مولد النبوي، مولد خير خلق الله في الأرض ومنهم على صفاته. طبعا الحفلة اللي في صنعاء حق المولد أكثر العلماء كل واحد له رأي، كل واحد له موجة، كل واحد له كلام، ما قدرش يحلوا بطريق. فإحنا إحنا على أساس إن إحنا قاعدين مقاعد الله تعالى اللي ثبتوا على ناس محمد، والعلماء اللي علمونا الأولين العلماء إنه يكون بعثة بكلام ورضاء وحكمة الحكيم الذي خلقنا الله تعالى على ما علمونا. فالشعب اليمني كله اللي ما درس العامة هم على صفة الرسول، لأن الرسول أمي عامة، حياته هي ايش؟ التدريس، الحياة، المغتربين من الجهة واللي في البلاد واللي اهتانوا واللي مش القبائل والعلماء واللي بالدولة، هذا كلهم هذا فسده، هذا كلهم طغوا، ما بشلا واحد منهم ما يقروا بالدولة إلا الفسده، ما يقروا عند المطاوع إلا الفسده، لأنه ما دين يدام لا ايش؟ القبيلة نفس الطريقة، الطمع للأموال، تهبش بالشيء الذي لا يرضي الله ولا رسوله. طبعا الحوثي هذا اللي سلط الله تعالى علينا شوكة بالحلق، شوكة لأنها فساد. الشرعية نفس الطريقة، شوكة بالحلق نفسه. الانتقالي نفس الطريقة. فهذا كلهم هذم أحزاب جدد، والأحزاب الجدد هذو انت تصدر الذي يوم البلاد تفلح، فخلهم معارضة عرضة للأحزاب الأولية على أساس ايش؟ ينتهوا. ومن اللي أسسهم؟ العلماء الأولين واللي بالحكومة الصالحين واللي القبيلة الأولين الصالحين. تمام. وإن كان من مولد النبوي، المولد هذا إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون من اليمن على صفات ما الله تعالى ثبتهم هذا الصالحين اللي في البلاد اللي. وإن كان فخر لا بيننا وبين الشعب اليمني ما يجوز، بس إن يبعث الله تعالى بمقام الرسول في مرحلة جديدة لتعلين الحق، وإن إحنا أصحاب الحق، وإن إحنا أهل النبوة. ما هوش واحد خارجي على أساس إنه يقول لك ما يجوز ويفضل الدعارة والزنا وال إنه أفضل من هذا الذي يقال حفل. هذا منفي، يعني إن الحفل أفضل. اللي يعملوا حفلات ومراقص وهذا كل شيء، هذا اللي عند المولد أفضل. وأما تحريمه أو تحليله إن كان فخر ونكس للآخر، للعدو الكافر اليهودي النصراني، جائز. وإن كان فخر ما بيننا فهو محرم شرعا. وصلى الله تعالى أن توصل الرسالة من أول من تعطى. السلام عليكم. فالماضي أسسهم له هذا حي، الصالحين كلهم قبيلة، علماء، قبيلة، حكومة. الفاسدين اليوم بالدولة الآن كلهم قفاهم للصالحين بيصلحوا غصبا عنهم. ماذا نقول لهم؟ رسالة لهم هم خاصة: قبحكم الله يا فسدة من القبيلة والعلماء والحكومة. والسلام عليكم.